السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله الترند اللي قلب السوشيال ميديا، كيكة الويفر اللي اخف من الكيك واطعم من البسكوت. حاجة كده من الاخر روعة، وهقول لكم على مقاديرها بالجرام والكوباية. بس قبل ما نبدأ ان شاء الله ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك، وما تنسيش تفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اول ما هنبدأ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا 3 بيضات، ومعاهم كوباية الا ربع من السكر، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت، ومعلقه من الخل. هنحط المقادير دي كلها في الخلاط، او ان انت تقدري تضربيهم في بوله بمضرب يدوي على ايدك، او عندك عجان يبقى تمام. هنحط الاول البيض على السكر على الخل ونضربهم، وبعد كده تبقى تضيفي الزيت. بصي انا بس بوريكي الهواء داخل فيهم قد ايه، وتقدري تحطي المكونات كلها على بعض زي ما انت ما عايزه، وتبداي تضربيهم تاني بحيث ان هم كلهم يتجانسوا مع بعض. بصي نازلين ازاي، كلهم اتجانسوا مع بعض ومديني كشاشة. انا عندي هنا 500 جرام من الدقيق، يعني نص كيلو، ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر ما يعادل 16 جرام، يعني باكو بيكنج باودر مقفول، ومعايا معلقتين من النشا ما يعادل 20 جرام. ونبدأ نقلبهم مع بعض زي ما انت ما شايفة كده. وهناخد معلقة على جنب، وهقولك هنعمل بيها ايه. هناخد نص الدقيق، هنحطه في البولة ونبدأ نقلب. هتقلبي بالاسباتيولا مش بايديكي، خلي ايديكي اخر مرحله، لان العجينه دي بتلزق فوق الوصف. وتبداي تحطي بقيه الدقيق كله، تفضيه كله زي ما انت ما شايفه كده، وبرده تقلبي بالاسباتيولا. تبداي بقى طالما هو كده تجانس، هتحطي ايدك فين؟ في الخليط، وتبداي تقلبيه تقليب بس، ما فيش اكتر من كده. انت مش هتعجنيه، لان ده بسكوت زي كده ايه نظام الحاجات بتاعت رمضان كلها بتتبس على الايد. فما يعني ما تعجنيهاش، يا دوبك بس تقلبيها بصوابعك. تمام كده قلبناها. هناخد نصها نحطها في بوله، والنص التاني اهو انا حطيتها في بوله اهيت وشلتها على جنب. والنص التاني هنحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو ما يعادل 20 جرام، وتحط عليهم معلقتين زيت، وتبتدي ايه تقلبيهم كده لحد ما يتداخل اللون ويبقى تمام التمام زي ما انت ما شايفه كده. وعندي كده دلوقتي الاتنين قصاد بعضهم، دي قد دي. المعلقه بقى اللي احنا شلناها هنحطها هنا على على العجينه الفاتحه اللي هي البيضه. نبدأ بقى نفردها زي ما انت ما شايفة كده، ونخليها بسمك واحد، بحيث ان ما تبقاش جزء عالي وجزء واطي. احنا عايزينهم الطروف دي ما تبقاش رفيعة. يعني انا عامة عايزة الطروف دي ما تبقاش رفيعة، عايزاكي تعمليها كلها سمك واحد، تبقى مية واحدة زي ما بيقولوا. وتبدأي كده لو عندك سكرابر او عندك مسطرة او سكينة او اي حاجة بتشتغلي بيها، تبدأي تسويها زي ما انت ما شايفة كده. نحطها على جنب ونبدأ نفرد العجينة التانية او النص التاني، وتبداي تحطي دي على دي في المقاس، تقيسي كده. تمام. خلاص نبدا بقى نحطها فوق منها، ونظبط بقى الفوارق البسيطه اللي انت شايفاها دي. احسن حاجه تشتغلي على كيس نايلون. انا مش شغاله يا بنات على المفرش السيليكون اللي قدامكم ده، لا انا حاطاه وحاطه فوق منه كيس نايلون. انا شغاله باتنين كيس نايلون مش كيس واحد، واحده للعجينه الفاتحه وواحده للعجينه الغامقه. وابدا افرد كده زي ما انت ما شايفه، واحط الكيس كده وابدا اشيل واظبط من الجناب. الحتت الصغنونه دي ببدا اداريها واقفلها، لانها كانت مفتوحه مني، يعني ما كانش قصدي كده فاتفتحت مني. تمام سويناها. هنبدا بقى نقلبها كده ونتنيها زي ما انت ما شايفه فوق النص الاولاني. هنتنيها يا بنات 3 تنيات، خليكي بقى معايا كده وركزي. 3 تنيات بالظبط. انا هاخد الكيس دوت عشان الكيس ده اكبر من الكيس اللي تحت، وابدا اقلبها كده واشتغل. تمام كده. هنبدا بقى نفردها تاني لنفس الشكل الاولاني اللي احنا فردناه، ونحط عليها المشمع. تقدري تفرديها من غير مشمع، بس انا فضلت المشمع ليه؟ عشان ما تتقطعش منك ولا تخرجش العجينه، لان اللون البني ده بيبدا يفتح يعني يتداخل مع اللون اللي هو الابيض بتاع العجينه الاولانيه. عشان ما يتداخلش نبدا نعمل نحط الكيس ونمشي واحده واحده. هتقدري تمشي من غير الكيس تمام التمام، امشي بيها بالنشابه كده او بالفراده الصغيره دي زي ما انت ما عايزه، او بايديكي، بس انا شايفه ان النشابه احسن. فردناها زي المره الاولانيه. تمام كده. خلاص كده بقى بتهيألي بقت ميه واحده كلها.
حاولي بقدر المستطاع تسويها كده وكلها تطلع مقاس واحد، يعني على قد ما تقدري. دي المره التانية، انا بشاور لك اهو بقول لك المره التانية. تمام كده. نبدا بقى نعدلها وبالراحه كده عشان العجينه ما تتبهدلش، بالمقطع بتاعك او بالسكرابر او مسطره او اي حاجه عندك تقدري تشتغلي بيها. قلبتها الناحيه التانية واحطها زي ما انتم ما شايفين كده، وابدا افردها وهتنيها كمان مره وخلاص. على كده مش هعملها 4 مرات، عايزه تعمليها 4 مرات مفيش مشكله. كده خلاص انا فردتها، هبدا اتنيها بقى اللي هي التانية الاخيره تالت مره اهي، بالكيس كده تشيليها وترفعي وتتني. هي الوصفه دي جميله وسهله كمان، يعني هي مش جميله وبس، هي كمان سهله ما فيهاش اي صعوبه. وتبداي زي ما انت ما شايفه كده تفرديها. دي اخر مره اللي هي اللي احنا عملناها مع بعضينا، دي تالت مره. وتبداي تفرديها. في الوقت ده بتكوني مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هتحطي الصينيه لمده قد ايه يا بنوتي الحلوه؟ لمده 20 ل 25 دقيقه، ما بتزيدش عن كده. لو زودتي اكتر من كده بتبصي تلاقيها بقت عامله زي البسكوت، وتيجي تقطعيها تتفرفت منك. ولو قللتي السوا عن كده بتطلع معجنه ونيه، يعني خلي السوا بتاعها مظبوط. وتحطيها في الرف الاوسط. تفردي بقى كده زي ما انت ما شايفه. تمام كده. تقدري تفرديها خلاص كده بالنشابه. بس كده تمام. ونحطها في الفرن. طلعت اهي، لازم تبرد تماما. وتحط لها 100 جرام من الشوكولاته، عليهم معلقتين من الزيت، وتحطيهم على حمام مائي، او ان انت تقدري تحطيها في الميكروويف لو عندك ميكروويف. وتسيبيها دافيه نسبيا، مش سخنه لا دافيه، بحيث ان انت شايفه تجري معاكي كده، ولا تضطري ان انت تعمليها بسباتيولا ولا حاجه، بايديكي كده هتلاقيها بقت زي الفل معاكي. 100 جرام من الشوكولاته حلو قوي، تفي بالغرض. عايزه تحطي 200 براحتك، بس ال 100 جرام ما بتديهاش تخانه، بحيث ان انت لما تيجي تاكليها تلاقيها ايه خفيفه في بقك وبتتاكل كده، عامله فعلا زي البسكوت. وتجيبي شويه شوكولاته صغنطتين بيضه من اللي انت شايفاها دي. يعني مثلا احنا قلنا 100 جرام، في التانية تقدري تحطي 50 جرام او 25 جرام كمان، عشان دي اتفضلت مني. الباقي اللي فضل انا شلته في التلاجة. برضو عملتها نفس ما عملت الشوكولاته السمراء. بتسيحيها برضو بشويه زيت صغيرين، معلقه زيت واحده، وبعدين بتحطيها على حمام مائي، او ان انت تقدري تحطيها في الميكروويف. وعايزه بقى تصفيها يبقى تمام، يبقى احسن. انا بصراحه ما صفيتهاش، كسلت ان انا اصفيها. الكيس كان كل ما بيقف معايا بشد بس الحته اللي مكلكعه دي كده واقوم دايس عليه تاني. انت تقدري تصفيها تبقى معاكي تمام التمام. وتمشي عليها بالخطوط زي ما انت ما شايفه كده، عشان نمشي عليها بالخله هتديكي منظر جمالي من على الوش. ولو ما فيش امكانيه ان انت تحطي لها شوكولاته، ممكن تسيبيها ساده كده وتاكليها. قسما بالله يا جماعه قمه في الجمال. ترند يستاهل بصراحه، يعني بصراحه يستاهل. ربنا يخليها لي منى حبيبتي اللي قالت لي على الوصفه دي، انا ما كنتش اعرفها بصراحه. الصديق وقت الضيق. وتبداي تروحي عليها كده يمين وشمال. تمام كده. تفضلي تروحي عليها رايح جاي. وتقدري تستخدمي في الوصفه دي اي دقيق يكون متعدد الاستخدامات، بس تكوني انت عارفه ان هو كويس، هيطلع لك الوصفه تمام التمام. وخدوا بالكم البيكنج باودر يا بنات، عشان انا شفت وصفه بصراحه على اليوتيوب، يعني الله يسامحها، كاتبه 8 جرام من البيكنج باودر، مش هترفعها. وتبداي تقطعيها زي ما انت ما شايفه كده قبل ما تدخل الفريزر، لانها لو دخلت الفريزر وجيتي تقطعيها مش هتتقطع، هتتكسر منك، لان احنا عاملين الشوكولاته خام من غير اي ماده سائله، يعني مش حاطين لها لبن ولا اي حاجه. هنقطعها بالطول وهنقطعها بالعرض، وبعد كده تبداي تحطيها في الفريزر تجمد، وبعد كده تطلعيها هتطلع معاكي زي الفل. في كل مره وانت بتقطعي بتمسحي السكينه زي ما انت ما شايفه كده. في ناس بقى بتقول عليها وصفه جزائريه وبيقعدوا يتخانقوا على مواقع التواصل. يا جماعه جزائريه مصريه، المهم ان هي طلعت وصفه حلوه وخلاص، هو ده المهم. بصي الطبقات بقى بتاعتها، سواء عملتيها 3 مرات او طبقتيها 4 مرات بتطلع معاكي زي الفل. قمه في الجمال. بصي يا بنوتي، جميله جميله يا بنات، جربوها بنفس المقادير اللي انا بقول لكم عليها، ان شاء الله باذن الله تعالى هتطلع معاكي زي الفل. فعلا فعلا هي انت ما انتش عارفه اذا كانت كيك ولا هي، بصي لا ناشفه ولا طريه. انت ما انتش عارفه اذا كانت بسكوت ولا كيكه من جمالها. نفس الشكل بتاع لو تفتكروا زمان ويفر الشمعدان اللي هو كان بتاع القويري، لو تفتكروه اللي من ايام القويري بقى.
بصي جميله ازاي، الطبقات بتاعتها بصي بتتفتح قمه في الجمال. لا هي طريه قوي ولا هي اللي ناشفه قوي، قمه في الجمال. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه باي معلومه. لو استفدت منه ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي، وما تنسوش تعليقاتكم الجميله. كيكه تستحق فعلا كل اللي اتقال عليها. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.